السلام عليكم. شهاده حق ولازم أنا اقولها عن الشرطه هنا في الكويت. اول يوم جيت في الكويت طبعا الجو كان شتاء وكان برد جدا وكان الليل متاخر، وصديقي اللي كان جايبني من مصر كان في دوامه وكان دوامه طويل جدا، وكنت بصراحه جعان وعايز اتعشى. طبعا زي ما انتم عارفين سفر وكده، فما قدرتش استنى لما هو يرجع. فسالت حد قال لي انزل تحت هتلاقي مكان كده قريب تروح تشتري منه حاجات تتعشى بيها وكده. فالمكان القريب هنا ده طبعا زي ما انتم عارفين البلد هنا ما شاء الله شوارع كبيره جدا وواسعه جدا، فالمكان القريب ده مساحته اقل شيء ممكن تكون نص كيلو. طبعا انا هقول لكم ايه اسباب الانوار اللي انا فيها ده حاليا، بعد ما نخلص الكلام هقول لكم ايه الاسباب حاجات الانوار الكتيره اللي في الشوارع دي. نزلت الشارع مش عارف حاجه طبعا، لسه اول يوم ليا، الجو متاخر بالليل، فلقيت سياره جايه. انا طبعا سيارات الشرطه هنا تختلف جدا عن السيارات بتاع الشرطه اللي عندنا في مصر. فانا وقفت في الطريق وشاورت السياره، ما اعرفش انها سياره شرطه. وقف لي فقلت له بعد اذنك هتاخدني معاك لحد المكان اللي هناك ده، قلت له على المكان يعني. قال لي حقيقة اتفضل. ركبت. طبعا انا ركبت وبعد شويه كده واحنا ماشيين لقيت صوت الجهاز بتاع الشرطه بيتكلم. فانا بصراحه قلقت. طبعا زي ما انتم عارفين بيبقوا دايما بيقولوا لك في البلد خلي بالك من الشرطه ومش عارف ايه والكلام ده، تكون بتسمعه كتير يعني. فاول ما سمعت الجهاز قلقت جدا بصراحه. بصيت جنبيا على الكرسي بتاعه لقيت افرول اللبس بتاع الشرطه محطوط على الكرسي كده. فقلت له بعد اذنك نزلني هنا. قال لي ليه؟ قلت له بعد اذنك انا هتمشى شويه دور. قال لي انت خفت؟ قلت له بصراحه انا خفت. قال لي وانت معكش اقامه؟ قلت له لا بصراحه انا لسه جاي ما كملتش ساعتين في البلد، فلسه ما عملتش اقامه ولسه عملت حاجه. فضحك وقال لي ما تقلقش عادي يعني، معاك سماحه 3 شهور تقعد في البلد عادي لحد ما تخلص الاوراق بتاعتك وكده. فقلت له ماشي. ففي الوقت ده انا خدتني الجرأه كده ورحت قلت له بصراحه اصل انا بسمع كتير اللي انتوا مش بتحبونا، فانا قلقت من الموضوع ده. فضحك وقال لي مين اللي قال لك كده؟ قلت له انا بسمع كتير من ناس كتيره اللي انتوا مش بتحبونا بصراحه. قال لي طب لما احنا مش بنحبكم هنجيبكم ليه؟ قلت له مش عارف. قال لي بص ولاد الحرام كتير ودايما هتلاقي ولاد الحرام بيصدروا حاجات كده للناس عشان خاطر يبداوا يعملوا كره ما بيننا. احنا عندنا في البلد مش لا يقل عن 60 جنسيه من دول مختلفه، هنيجي على الدوله الاقرب دوله لينا يعتبر ودوله عربيه وبيتكلموا نفس اللغه بتاعتنا ونكرههم ليه؟ قلت له مش عارف، ده اللي انا بسمعه، ده اللي انا بسمعه من بعض الناس يعني. قال لي انا لما باخد اجازتي السنويه بنزل اقضيها في مصر. شعب محترم وشعب لذيذ وشعب دايما بيضحك ودايما بيحب الغريب جدا، فليه يعني هنكرهكم يعني؟ ما تسمعش الكلام ده، ولاد حرام كتير، هتقعد هنا في البلد وهتشوف البلد وهتشوف الناس وهتشوف تعامل الناس معاك هيكون عامل معاك ازاي. فبصراحه لما تلاقي اكبر جهاز في البلد، واي بلد بتسافر فيها بيكون اعلى جهاز الشرطه وبيكلمك بالطريقه دي وبالاحترام ده، بتكون حاجه تحسسك بالامان، تحسسك ان البلد الناس دي بتحترم بعض جدا. وبصراحه انا كنت حاسس بالامان جدا لما لقيت واحد شرطه بيتكلم معايا كده. اطمنت جدا بصراحه. وصلنا لحد المكان اللي انا رايح اشتري منه، ونادم على بتاع الامن قال له شوفوا عايز ايه والحاجات اللي هو عايزها، ووصف له المكان تاني لولا الدوام بتاعي قرب. اتفضل. شوفوا يا جماعه قال لي شوفوا عايز ايه وشوفوا الحاجات اللي هو عايزها ووصف له المكان تاني عشان لولا الدوام بتاعي متاخر وكده كنت رجعتك تاني. فبجد حاجه انا حبيتها جدا. حاجه تانية زي ما انتم شايفين كده يا باشا، هم بياخدوا الكلام بتاعنا كمصري وبيقولوا هنا. طبعا زي ما انتم شايفين الانوار دي والحاجات اللي ورايا دي من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري جدا. العيد الوطني هنا في الكويت قرب، فالناس بصراحه بتحب بلدها جدا، والحاجه اللي احنا كعرب وكدول